وقطب وغوث ايوه كلها عندي، كلها عندي يا مولانا. كلها، ما انا عامل، ما انا عملت فيها مقلب الجماعه. الجماعه الوهابيه على الفيسبوك، وقلت لهم هو ينفع اقول الابيات ديت في رسول الله: يا كاشف الغماء عن مستنجد. الابيات ايه بالضبط؟ يا كاشف الغماء عن مستنجد، يا دافعة، يا كاشفة. شوف، يا كاشف الغماء عن مستنجد، يا حامل الأعباء عن مستنصر، يا كاشف الغماء عن مستنجد، يا دافع الفاقات عن مسترفد. قرت عيون مجاورك وقد غنوا بجوار قبرك عن وثير المرقد. خدت بال حضرتك يا مولانا؟ سيدنا. لا لا. هذه قيلت في رثاء ابن تيمية، يعني بعد موته هذه. سيدنا في واحد ملحد على التكست يقول هل عندكم دليل على وجود الله؟ فأنا قلت له يطلع على المايك. تمام. قال طيب أنا أعتذر ما عندكم دليل. طب اطلع على المايك يا اللي مسمي حالك أحمد، اطلع على المايك. مسألة بسيطة جدا. وفر. لا هو ما بعرف ذهب ولا لا، إذا موجود ولا لا. موجود يا أحمد، اصعد على المايك. يعني ليس هكذا، يعني بدي دليل خلاص. طب يا أحمد اصعد على المايك. لا خلاص، انت ابعت له ويناقش واحد وهابي، خلاص هو الوهابي. هو بقول أنا أستمع، تفضل. لا اعطيه واحد وهابي يجيب له الدليل على وجود الله، بيروح يجيب لك بالقرآن: افي الله شك فاطر السماوات والارض. يروح يجيب له فطرة الله التي فطر الناس عليها. نعم، أنا أقول فقط للملحد كلمة واحدة فقط. أنا عشان أعطيك الدليل فبدي أعرف إيش هو نوع الدليل اللي أنت ممكن تآمن فيه عشان أعطيك إياه فقط. قل لي إيش نوعه. لا، بدنا نعرف إذا هو يقول بقدم العالم أو بحدوثه. خدت بالك؟ بده يا سيدي بس يقول إيش نوع الدليل اللي هو ممكن يآمن فيه وأنا أعطيك إياه. دليل عقلي منطقي، صح؟ صح؟ دليل، تقصد دليل عقلي، دليل إذا هو سلم بالدليل العقلي يا شيخ وليد، هو سلم بالدليل العقلي. الآن أنا واثق يا أحمد لما نجيب لك دليل عقلي راح تحاول تنتقد الدليل العقلي. فأنا بس حابب أقول كلمة إنه أنت ما بدكش دليل. أنا واثق إنه أنت ما بدكش دليل. الدليل العقلي دليل الحدوث. تفضل يلا، راح تقعد تنتقد. طب ما هلا بيقول لك ابن تيمية نقد دليل الحدوث. ما هلا الملاحد الآن يأخذون طريقة ابن تيمية في نقد دليل الحدوث. ولذلك هو يقول لا هذا مش دليل. ولذلك هذا شو اسمه، هذا المسمى، هذا المسمى هذا صاحب ايش؟ الانتصار للتدمرية، شو اسمه هذا كان؟ إيه هذا، ايه فراح هذا لما طلع مع لما طلع مع الملاحدي على الكلوب هاوس، انتصر اللي هو ماهر امير. ايوه، لما يطلع مع الملاحدي، هذا في واحد اسمه هذا أسامة الجزائري، يصير يعمل حاله أشعري، هذا ماهر أمير، إنه خلاص هو بيأخذ بدليل الحدوث. لما يطلع هو نفسه هذا ماهر أمير يطلع مع الأشاعرة في بس ينقض دليل الحدوث. والله أقول لك هذا يعني مسخرة أخواننا المصريين. يا أحمد طلب دليل، أعطيناك الحدوث، بعدين تقول أنتظر الدليل. إذا أنت ليس لك بالعقليات خلاص نشوف لك بس تاني يلعب فيه. تعطيه دليل الحدوث بقول لك أنا بدي دليل عقلي، معناته بتعرفش إنه دليل الحدوث دليل عقلي. خلينا معنا أخونا أنس محمد، تفضل. أنس محمد صاحب ميسي، حياك الله أنس. أي يعني هذا مو وهابي، من واحد وهابي يطلع لبرا إلى يطلع لفوق على هذا. لا أشعري الطف.
يا مرحبا. يا زلمه والله انا بدي اقسمك يا احمد. إيه انت ما بتسمع؟ يعني بنقول لك دليل الحدوث بتقول بدي دليل. خلاص حل عنا. شو هذا؟ تفضل يا سيدي تفضل وانا اعطيك. والله حياكم الله يا دكتور بحار، يعني أحييك. أنا ما شاء الله نشط أنت لنصرة أهل السنة ولنصرة والرد على النصارى والرد على الوهابي والرد على الملاحدة. يعني مع يعني أنكم يعني أنتم في أرض الرباط يعني منشغلون أصلا. والله يا سيدي ذكرني بواحد وهابي مره بقول لي انت من وين؟ قلت له من فلسطين. قال لي هم. رحت اعيش في فلسطين ايضا؟ قلت له نعم. ما قالك هاجر من فلسطين على قولة الألباني؟ خليك خليك مع شويه. قال لي فلسطيني واشعري. قال لي انا مستغرب. قلت له طبعا لازم اكون اشعري عشان صلاح الدين اللي طرد الصليبيين من فلسطين كان اشعري. أو بدي اكون وهابي عشان تضل محتله واطلع منها على قولة الالباني. أيوه فعلا. ولا وعلى قولة المداخلي بيصير اللي ولي أمرك نتنياهو، لازم تسمع وتطيع له، وترامب. ايه والالباني بيقول لك فلسطين يحكمها كفر ووجب على من كان في دار كفر ان يخرج. والله يعني لو لم تكن من كوارث الألباني رحمه الله، يعني إلا هذه على الصعيد السياسي. يعني تأمل لو أهل فلسطين وهابي كانوا تركوا ومشوا. وهذه من الادله انهم مش وهابيه. واحنا بنقول كانوا الناس أيوه المسلمين اشعري. أيوه، هذه دليل من الآية، من الأدلة إنه ما ليس وهابي. لك قال ياسر أبو شباب، قال طلع هذا مدخلي بيقولوا حسب بعض التسريبات، بعض والله ما الإشاعات. بعرفش والله. مش عارف. هو شخصيه يعني مرفوضه. لا حول ولا قوة. لك مو بس ياسر أبو شباب، في طلع طلع أربع مجموعات في غزة. واحد مستلم الشمال، واحد الجنوب، واحد الوسط، وكلهم بينسقوا مع الاحتلال مع هذا يعني شيء طبيعي. يعني هن داخل الخط الأصفر هلا. للأسف كان في خط أخضر، هلا صار في خط أصفر هلا كمان. لا حول ولا قوة إلا بالله. المهم هلا هدول. سبحان الله. كل بلد يكون فيها الكويس او الصالح والطالح. ايه ماشي، بس انه شوف يعني شوف كيف صمدوا يعني اهلنا في غزة فوق قصف الاحتلال والتواطؤ الغربي الامريكي البريطاني كذا، ولسه في كمان من جوا كمان مجرد حصان انتهاء الحرب. حصان طروادة يا مجرد مولا، انتهاء حصان الحرب كانوا طروادة. بدهم يرجعوا لبيوتهم عادي يعني. كانوا في شيء وبلشوا يحتفلوا وتشوف الابتسامة على وجههم. والله سبحان الله. انا هلا اظن انتم الناس من الضفة ما بتستطيعوا تروحوا على غزة، ما هيك؟ لا لا. الطف لا بروح على غزة ولا على القدس ولا على مناطق 48 ولا شيء. ليش هي مو القدس من الضفة؟ لا مش مع الضفة. بده يروح على القدس اما انه يكون معاه تسريح او يكون معاه هلا هي فيزا. الضفة الغربية مو بتضم القدس واللي حواليها؟ ما بتكونش معها القدس. وبعدين كيف القدس صارت غربية وشرقية؟ يعني ما فهمت أنا شلون يعني هلا. في قصص اللف والدوران اللي صار في تاريخ القضية. هذه شرقية وهذه غربية وهذه إلنا وهذه إلكم وكأنه في شيء يعني مشترك. هلا القدس اللي فيها اللي حطوا فيها السفارات واعترف فيها ترامب وحطوا فيها الكنيست وكذا، هي من القدس ليست القدس القديمة، يعني هذه القدس العمار الجديد يعني تقريبا، مو هيك اللي برات القدس يعني. لا يا سيدي ما هو إحنا ما بنصلهاش عشان نعرف بالضبط وين هذا وين هذا. انت ما رحت على مسجد الأقصى؟ ما بتصلي هنيك؟ ما ما بنقدر نروح يا سيدي. انت رحت اكيد ما. أنا آخر مرة رحت على الأقصى قبل 12 سنة. قبل يمكن 13 سنة وقبلها كان إلي 12 سنة مش رايح. عرفت كيف؟ انا حد طبعا بيكون مشوار يعني سريع. انا في عبد اللطيف يسأل ما حكم الموالد وهل هي جائزة وما الدليل؟ موالد محمد بن عبد الوهاب جائزة. أما إذا كانت موالد الرسول صلى الله عليه وسلم فهي باطلة. يا سيدي آخر عهدنا، أنا حدثتني أمي عن جدتي أنها زارت المسجد الأقصى في الأربعينات هذا أظن. صعبة. بتعرف رحمها ليش بنقول الله. فلسطين يا دكتور وليد؟ إحنا بنقول إنك تتفيز وتطلع على أمريكا وتعيش غاد أهون من إنك تصل القدس.
ومع ذلك بيطلعوا بعض المقاومين وبيعملوا يعني اختراقات أمنية وبيقتلوا يهود وبيقيموا وبيحطوا وكذا. الله يهديهم يا سيدي، الله يهديهم يا رب، الله يهديهم. خلينا في موضوع الوهابية أحسن لنا يا سيدي. ايوه. طيب، وايوه ان واحد وهابي يطلع لفوق. اتفضل ابو توفيق، شلونك؟ حياكم الله يا سيدي، السلام عليكم. عليكم السلام. حياكم انا الله فتحت جميعاً. متاخر فعذرا، يعني انا ما كنت بدي والله افتح. يسأل انه ليس مستهزئا، هو لا يعلم. ما انا اجبته بجديه. يعني هذه المقاطع اللي مصورينها رجال ونساء يرقصون وموسيقى في داخل المسجد، هذا نحن ننكره قبل ما تنكر الوهابيه اصلا، لكن احتفال ضمن الضوابط الشرعيه فلا مانع منه. انا اجبته بجديه، انا ما بستهزئ. بارك بس الله الله يا فيك. سيدي، وقت بعثت لي كان في عنا شخص. الإجابة بكلمتين يا شيخ أبو توفيق عشان توصلوا هو الفكرة بطريقة مختلفة. جائز الاحتفال بضوابط لا تخالف الهدي النبوي، تمام، فقط هكذا، بضوابط لا تخالف الهدي النبوي، انتهت. بارك الله فيك. واحنا قلنا قبل شوي على المجموعه الواتساب انه اصلا رقص الرجال مع النساء وهذا الاختلاط لا يجوز، لا في مولد ولا حتى في عرس اصلا. ولا يجوز في قراءة قرآن. لا يجوز هذا، لا يجوز هذا رقص الرجال مع النساء. نعم، إذا كان في عرس وفي فقط بين المحارم، نعم. أما رجال ونساء أجانب يرقصون سواء كان في مولد أو في عرس. بالمناسبة هو هذا مولد سيدي أحمد البدوي، يعني هذا صار أشبه كما يقول الشيخ القرضاوي بكرنفال أو مهرجان أو عيد شعبي أو مناسبة اجتماعية. الوهابية يخلطون بين العادات والعبادات خلط. يجعلون المولد عبادة. لا، هو أصلا الصلاة لا تكون عبادة إلا بالنية. الصلاة الحج. صار أشبه باحتفال كرة قدم مثلا. ايه، ما احنا ما لنا لحظة يا سيدي، أنا خاطرت لي شغلة الآن. نحن لما قلنا لهم أنتم احتفالكم بمحمد بن عبد الوهاب جائز، قال هذا ليس نبي. طيب والبدوي ليس نبي، ولا نثبت له العصمة أصلا، ولا ندعي أنه نبي. انتهى الموضوع. قولكم هنا قولنا. لا هو أما هذا الشيء اللي اقتطعوه بعض المتصيدة، هذا نحن ننكره قبله، لكن هن مشكلتهم يطلقوه في العموم ويطلقوا الأحكام بالشركيات. هذه وين ضابطكم فيها؟ من قال من السلف أن السجود للقبر شرك محرم؟ هذا ضابطهم. ليس شرك. ضابطهم هو أن يأتوا بالآيات التي نزلت في المشركين فيجعلوها في المسلمين، وهذه علامة الخوارج والعياذ بالله. وأنا بنبسط يا دكتور وليد لما يقول لك على الظاهر، بكيف على الوهابي. يا سيدي، هذه قال سيدنا ابن عمر، موجودة في البخاري، يعني ما حتى ما بيحسن يتعلق في الرواية. نعم، ايش كنت بتقول يا شيخ بحار؟ يقول لك على الظاهر، هم لما يحكموا يقول لك نحكم على الظاهر. طيب ما هي على الظاهر، انت لما تصلي وامامك جدار في البيت، طبيعي انه كل بيت فيه جدران، ماشي، فانت هكذا على الظاهر تسجد للجدار، وانت على الظاهر تسجد للكعبة، تمام، وانت عندما ترفع يديك وتدعو، تمام، انت تدعو السماء نفسها، هذه مخلوق السماء الزرقاء، هذا على الظاهر. ايوه. يا سيدي بصير يقول لك ونحن لما نصلي، عفوا، لما نصلي الجمعة والجماعات نسجد عند أقدام بعضنا البعض، يعني نحن نسجد لأقدامنا. وبيبقى قدامك واحد طبيعي، يعني الصف، يعني كلنا بنكون ورا الإمام، يبقى أمامنا الإمام، والإمام أمامه جدار، والإمام اتجاهه للكعبة. أصلا من السنة اتخاذ السترة. هل أنت إذا اتخذت السترة تصلي للسترة؟ إذا تصلي للسترة، تمام، فهون بصير الوهابي شيء يقول لك لا، ما هو أنا نيتي لله ولا خالص. طيب، نيتك لله خلاص، معناتها هذا الذي نقوله. العبادة لا تكون عبادة إلا بالنية، إلا بالنية مع المشكلة يا سيدي إنه لما تسألهم عن ضابط العبادة اللي هي مسألة النية بيرضوش يجاوبوا، فبتصير تحس حالك بدك تعمل معاه مأساة عشان ينطق بلفظة النية. فأنا بشعر إن الوهابي، يعني بحب أستفزهم،
انهم كانه اول حديث في صحيح البخاري هو الحديث رقم 1 انما الاعمال بالنيات، كانهم ما بيامنوش فيه. بجد يا وهابي انتوا بتامنوا فيه ولا لا؟ يعني بس شوفكوش تتكلموا في النية، تتكلموا في الظاهر، يعني بدل النية استبدلتم النية بالظاهر. ولا يأخذون بحديث إنما الأعمال بالنيات. صحيح هذا من نكتبه هون نحن ضمن طبعا برضه نحن يا سيدي كمان اذا بتعمل عليه هيك يعني حلقة او فيديو، تمام، بين انهم استبدلوا النية بالظاهر، يعني أيوة بدل ما أيوة يتكلموا في النية بيتكلموا بالظاهر. أيوة هلا نحن نبشركم إن شاء الله نحن قربنا على الانتهاء من مقالين أو 3 ضمن موسوعتنا. إذا قالك الوهابي كذا، يعني عندنا لا مقال قاربنا على الانتهاء منه. إذا قالك الوهابي أنتم أيها الأشاعرة لا تأخذون بحديث الآحاد. هلا نحن أنا أحصيت فيه هل تدري كم حديث يعني عدد الأحاديث التي لا يأخذ بها الوهابية بل ربما يودعون أو يكفرون من يأخذ بها. يعني كم حديث صار حتى الآن يا سيدي انا هذه معلومة جديدة عليك. لا أنا عندي سلسلة قديمة أصلا مسجلة على اليوتيوب. هذه سلسلة سلسلة أحاديث يبدعك الوهابية إذا أخذت بها. بس هلا أنا هي كانت محصورة ب10 أحاديث أو 15 حديث. هلا وين صارت عددت 200 حديث صاروا أكثر، وهذه كلها موثقة. فهذا هلا سنضيف عليه هذا حديث هل أخذتم بحديث. وهلا نحن سجلنا على كل حال بهذا المقال بعض الحلقات على اليوتيوب. أكد علي يا سيدي هل إنما أخذتم الأعمال بالنيات. أيوة هل أخذتم بحديث إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات هذا ما أخذوا بصحيح، هذا أهدروه. قالوا لا، مجرد ما تسجد القبر هذا عبادة له، مجرد ما تطوف بالقبر هذا عبادة له. طيب أنت أهملت الحديث، أهملت هذا الحديث أصلا. طيب يا سيدي النبي عليه الصلاة والسلام أبطل عبادة بالنية. من كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، ومن كانت هجرته لتجارة يصيبها أو امرأة ينكحها فتجارته ينكحها ينكحها فتجارته فهجرته إلى ما هاجر. نعم. فهذا كانت نيته غير ما كانت لله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام أبطل عمله على موجب نيته، فهن بيتركوا النية وبياخدوا في العمل. يعني هذا صار حديث ثاني. الأفضل أن نتكلم معهم بالطريقة هذه يا شيخ أبو توفيق، نقول لهم أنتم أبدلتم النية التي شدد عليها الرسول صلى الله عليه وسلم بالظاهر، يعني استبدلتم النية بالظاهر. السلام عليكم. النية بالظاهر. السلام ورحمة الله وبركاته. طيب انتم كلكم طالعين فريق عمل واحد ومتفقين، طالع واحد عكس رأيكم. أنا عم ننتظر. احنا شو عم نسوي لك؟ عم نستنى. مين الصح؟ ما عم نستنى نحن حدا يطلع. تفضل حضرتك انت هون محامي الدفاع، تفضل. اسمح لي يا شيخ وليد، انت يعني عكس راينا يا ابو. طيب انت عكس راينا. انتوا شو ما بعرف شو مذهبكم. انت شو مذهبك؟ متفقين وانت مش عارف. انت شو مذهبك؟ يا خيي والله ما بعرف. ايه شو يعني انت لوين طالع؟ لوين غلطان بالنمرة كنك غلطان فايت على بس بالغلط. لا اله الا الله. يا خيي خلص مسلم وصلى الله وبارك. ليش هالمذاهب؟ صلى الله عليه وسلم. طيب بارك الله فيك يا أخي، بارك الله فيك. احنا غلطانين معك، لا تأخذنا. انا بدي منك شغله يا ابو دراع، تكتب كتاب ماشي تبين فيه للعلماء المجتهدين انهم غلطانين. جاهز؟ قول لهم ليش هالمذاهب، ليش هالفرق، بينها. تمام؟ بصفتك انه انت يعني والله يا ما يعني بدام انت ما بتعرفش هذا الانسان له في حاله. انت بدام ما بتعرفش مساله العلماء يا سيدي، تمام، كيف بتنظر وبتقول ليش هالمذاهب؟ اسال، اتعلم، ابحث، مش تقعد تنظر على العلماء. انا والله مستغرب منكم.
دقيقة أنتم هيك سوريين؟ نعم نعم، انت حضرتك لا، الاخ اللي عم بيحكي معك الاخ البحار من فلسطين، انا من سوريا، من ادلب. انت حضرتك من ادلب مبين عليك، مو هيك؟ من جبل الزاوية. إيه، لك شو فضي كل هالسوالف هاي؟ روح دبر ربطة خبز للعجال. انت من اي ضيعة يا معلمنا؟ يا ابو دراع، من اي ضيعة انت؟ من جبل الزاوية؟ لانه إلنا هنيك اخواننا هنيك بعدين بقول لك. بعدين خلينا في الموضوع الأهم. يعني ليش طالع معنا على البيت؟ ما تروح تشوف لقمة عيسى. خليه يحكي. تفضل يا ابو دراع، تفضل. البخاري، شو هذا اسمه؟ البخاري الأشعري. وين هذا؟ اسأله شو في أي بلد ساكن؟ بحار وليس البحار. لا إله إلا الله. البحار بحار الأشعري، الله حيه. هو ايش يا دكتور وليد؟ فكرناه البخاري. هذا البحار من اخواننا المرابطين في فلسطين يا معلمنا، يا ابو دراع. هاي مرابطين، هذا يعني رباطه مثل رباطنا. طلعنا الرابط لحتى ما خلوا منا ولا واحد. نسأل الله أن يفرج عنا وعنهم وعن جميع المسلمين. هاي أنت موجود وهاي دكتور وليد. آمين يا رب. أبو توفيق موجود. جماعة أنا والله مستغرب، يعني سوريين وفلسطينيين وبيطلعوا بشغلات، بيحكوا بشغلات، يعني نحن هلا ما لنا فاضيين لهيك مواضيع. يعني مصير، يعني نحن والله ما أنا معك يا أبو دراع، أنا معك. أنت هيك اسمك أبو دراع؟ هاي كلمة أبو دراع هاي مصرية هاي. أبو دراع. أنت إيش بيقولوا لك بالضبط؟ أبو إيش بيقولوا لك؟ أبو إيش؟ بقول لك أبو ظبي. أبو ظبي؟ يعني أنت ليش حاطط اسم مستعار؟ حط اسمك، قول أبو محمد، قول أبو أحمد. يعني طالما أنت رجل على باب الله مثل حكايتنا، ليش عم تحط اسم مستعار؟ لازم تحط اسمك يعني، أو كلمتك. ما هي مشكلة الاسم يعني. أخي أبو دراع، مرحبا عليك. السلام عليكم. تفضل. أسألك سؤال. الحمد لله. أسألك سؤال. تفضل اسأله. خلصنا يا شو بدك تقصف تل أبيب؟ إذا في حرب غسال يا رجل. إذا في حرب توقف الصلاة وبتقول يا جماعة خلينا نلتقي بالحرب، الله ما نصلي؟ كيف يعني وضح سؤالك؟ ما أدرك. وضح. ايه بدي اوضح لك، ما ادرك انه نحن ما عم نأمن ربطات خبز بنفس الوقت اللي نحن عم نصلح عقول الناس، واصلا نحن اللي عم نرد عليهم هن عم نصلح عقول الناس. ايوه ايه يعني طبعا اصبحتي مفتي جان. دقيقة فهمت عليك. لا ما بلد يا روحي. أنا أبسط المسألة عليه يا شيخ. كلام جزاني. جاوبني في أي بلد. لا تخاف يا مرام. ركز معي. أنا بس أنت في أي بلد؟ أنا بسطها عليه يا جماعة. يا خي اترك لي الرجل. خلاص خليه في حوار مفتوح مع مرهف. ما أنا فلسطيني كمان يا أبو دراع، أنا فلسطيني كمان. يا مرهف أنت في أي بلد؟ لا إله إلا الله. خي اتركنا نناقشه. ايه خليه يحكي مع ابو مرهف. أي بلد؟ مع مرهف. ليش؟ ما أنت قلت لنا من وين؟ ما بخاف. ليش بدي أخاف يعني؟ بس أنت لما سألت وحلبي هذا الأخ إيش عم بيقول لك؟ إيش خيه؟ هذا الحكي حلبي لك. أيوة أنا راح أتكتم وأنتوا تفضلوا. أنا راح حلبي. أنا راح أتكتم. إيش سؤالك حلبي؟ طيب اسمحوا لي، خلاص اسمحوا لي. المسألة بسيطة جدا يا أبو دراع. أنا جيت أصلي، تمام، أثناء صلاتي الظهر حصل معي خطأ في الصلاة، فمش عارف هل أعيد صلاتي ولا خلص يعني ما أعيدهاش. إيه يا أبو دراع، تفضل جاوبني.
سأل أحمد حسون مفتي الجمهورية وزلمة حلبي حطوه جوا هلا بدي يسألوا. بس ايوه بس الدنيا حرب. لحظه يا جماعه شوي، بس الدنيا حرب يعني ليش اساله؟ ما هو هذا اللي انت بتعترض عليه، ما هذا اللي بنقول لك اياه، انه الدنيا حرب بس الاحكام دقيقة. لا يا حبيبي وليد عجبه الحوار بين الحلبي والإدلبي. ايه يا بحار شوف وليد ارتاح لها الحوار الإدلبي الحلبي. ايوه لك. سأل أحمد حسون خلاص أعطيتك الجواب. وين احمد حسون؟ احمد حسون اللي صار جوا، وين بدي يسأل ولا؟ حسون صار جوا. ايوه عم بيت خالته. بكرة عفو صغير من السيد الرئيس بيطالعوه. والعياذ بالله. الله لا يقدر. نعم. طيب اليوم شلونك يا دكتور عماد؟ طيب ماشي ابو دراع، سورنا بك في لك الى اخر اضافه. يلا لا بسرعه لان في ضيوف غيرك. يلا لا اهلين دكتور عماد، بس خليك معي شوي. يلا اخر اضافه لك ابو دراع، تفضل. يلا اخر اضافه لك، تفضل. خلينا نحاور وليد. بدك تحاورني انا؟ وليد تعال يلا تعال حاورني، تفضل. ايش عندك؟ ولك يا رجل انت يعني معلش هيك لحمة يا اخي انا صار لي نص ساعة ساكت. طيب. انا صار لي نص ساعة ساكت. طيب خليك معي يلا بسرعة. ساكت دوري احكي. تفضل حاول. ايش عندك تفضل. ما عندك شيء؟ الرجل سألك سؤال في الصلاة ما عرفت تجاوبه، بتقول له روح عند حسون بالسجن. يعني انت اذا صار معك الان خطأ في الصلاة بتروح عند حسون؟ يعني هذا الرجل في فلسطين بده يسافر من بلد لبلد، بيكون صار عدت عليه 10 صلوات، بتقول له روح عند حسون؟ يا رجل انت ما بتعرف اذا صار معك خطأ بالصلاة او نسيت ما بتعرف ايش تسوي؟ ما بتعرف ايش الحكم؟ وطالع تنظر علينا تقولنا ليش طالعين وليش انتم لمين بدي اسال؟ طيب لك اضافه اخيره يا ابو دراع، يلا بسرعه مع بعد اذنك لانه في ضيوف غيرك بدي يحكوا، تفضل. يا خي حطينا كتم ما خلصنا منكم. انا ريت ناقش وليد. لك طيب معك يلا بس بسرعه لانه في ضيوف معنا، تفضل. ولك يا زلمه ليش عاجينك في اللقن؟ انه ايش في اذا طالع على التيك توك؟ انت طالع على قناه الجزيره؟ استعجل خلاص هو نقاش. طيب تفضل يا دكتور عماد. لا تاخذنا يا ابو دراع. السلام عليكم. والله ما عندي علي ابيض من هيك. لا خلص. الرجل طيب ما حكى شيء. هو بس عم يعترض انه ليش عم نطلع نحن بدل ما نروح ندبر ربطة الخبز عم نطلع منطق حنك بامور رفاهية يعني معتبرها. ايه تفضل يا دكتور عماد. والله انا شفت مقابلتك مع الاخ الجزائري جيدة والله مقابلة رائعة جدا، وعنده والله الاخ معلومات يعني. انا تفاجأت بالمستوى العالي للرجل. ايه والله يعني كل سؤال اساله الجواب بمكانه، وطلع عنده علم كبير وغزير. جيد انت اللي اقتنصت الفرصة وانت يعني عملت معه مقابلة، هذا يعني منيح اللي هو وكمان منيح تجاوب معك يعني اذا قبل يعني يطلع. لا انا لاحظت عليه من اول كلمتين حكاهم حسيت من صوته انه انسان كويس، وتفاجأت بالمستوى الرائع يعني من حيث السياسة كان ضليع، من حيث الفهم وعنده اي سؤال اساله. نعم. وعنده هو كمان اطلاع على الاديان والفرق مثل اخونا البحار كمان، يعني عنده يعني اطلاع على الرد على النصارى وكذا، شيء جيد هذا يعني. وبحبكم كثير متاثر فيكم من انا شفت هذا المقطع القصير. ايه شفته والله. هذا حسن ظن بالعبد الفقير، نسأل الله الاخلاص والقبول والنفع لعموم الامه. يعني
أمثال هؤلاء يا دكتور بيزعجوا جدا الوهابية، لأنه هؤلاء يكونون يوم القيامة عم بيقول شاهد عم على بيقول هؤلاء وحجة. عم بيقول لم أشاهد هذه الحلقة. قل له شو عنوانها؟ هلا فوت أنت على قناة عماد دين دحدوح بتلاقيها. هذه الحلقة أخي مقابلة مع أحد الأخوة الوهابية الذي بقي 20 سنة وهابي قح، ثم حتى حكى أنه أبوه ضربه بعد ما هو اعتنق الوهابية بال15. هو كان أبوه وهابي يعني؟ لا، أبوه أشعري. نحبكم في الله سيدي وليد، حبكم الله يا مولانا. راح الحج جاب كتب بشوال كامل، فتأثر الولد من عمره 14 سنة، قرأ الكتب صار وهابي. كانوا حتى الآن أظن لسه ما زالوا وقت اللي بيرجع الحجيجي بيعطوهم هدول كتيبات. ايه عطوه كنت بتأثر فصار وهابي. ب 18 لما أبوه ضرب مبرح كرمال أفكار